احكي لي ذكرياتك مع الامتحانات. هي ذكرى واحدة، أنا لسه ساقط حاجة. ده برنامج كوميدي؟ Guys, this is basically a kind of a comic show. You're still interested in going and okay. اقسم بالله بتتكلم كلام زي It's a comedy? حكي على ايه احنا لسه. احكي لي ذكرياتك مع الامتحانات. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه ايه؟ ليه كده؟ ذكريات سودة والله العظيم. فعلا ذكريات زبالة. تذاكر منهج، تراجع منهج، توثق لنفسك بتمتحن في منهج تالت خالص. What is the most painful memory that you still have remember from exams? From exams? Oh, well, since I'm a pretty bad student when I was small, I always had to get up very, very early in order to study. بيضطر يصحى من الساعة 4 الفجر عشان يلحق يعمل أي حاجة لأنه ما كانش مذاكر بمعنى صح، فالصحيان بدري بيزيكلي ده يعني هو ده اللي كان بيضايقه. تمام. وانت بالنسبه لك ايه يا برنس؟ بص في وشك بس عشان الكاميرا. فاهم عربي. بس نفس القصة إن هو كان بيصحى بدري جدا وهما بيكرهوا يصحوا بدري. انت عشان فاهم انت بتكره تصحى بدري؟ يس. بيقولوا عليكم الاجانب يعني بيحبوا يصحوا بدري وبتوع شغل وبتاع. Because the stereotype here in Egypt that for stereotype. شغاله في النايل تي في؟ دخلت مادة اساسا ما كانتش عليا. لا والله. والله العظيم. اشمعنى؟ وشلتها. ولسه هبدأ لقيت واحد بيصوت في أول الامتحان بيقول لك إيه النحو ده؟ انتوا ليكم ذكرى بقى جميله مع الامتحانات؟ I think the best time is once you get the exam, once you're done, and you haven't had the grade yet. So that's like the perfect time since you pretty much you got your work done, you still haven't got the sanctions for not studying, and so I think that is pretty much the best time. Yeah, right after the exam. Yeah. كان بيقول ايه بقى؟ هو الدكتورة قالت لي أنا هشيلك المادة عشان كتبت اسمها على الفيس من غير كلمة دكتور. اقسم بالله. والله. شايلتك الماده؟ لا. بس شايلتني مادة تانية. انا عمري ما ذاكرت وبنجح. انت في سنه كام دلوقتي؟ في سنه ثالثه سياحه وفنادق. ما سقطتش ولا سنه؟ لا سقطت اول سنه عشان ذاكرت. اقسم بالله. اقسم بالله. انها المعادله الصعبه. اقسم بالله سقطت اول سنه عشان ذاكرت. ممكن تقول لي ايه ذكرياتك مع الامتحانات؟ صباح النور. معاك وخدت جايزه في البرنامج انت. انا؟ انت خدت مش انت البرنامج اللي طلعت معاك وصورت في الحته دي قبل كده، بس البرنامج بتاعك اللي خد الجايزه صح؟ برنامج ايه يا حاجه؟ كان برنامج ايه بقى يا وليد؟ انتوا مشرفينا في مصر. He's telling you welcome to Egypt anyways. شكرا. معاك دولار؟ اديني $1. كان برنامج ايه بقى يا وليد؟ انا. صح؟ انا اللي كنت طالعه في البرنامج ساعه ما سالتني. الحصانه. الحصانه. يعني شكرا جدا. شوفك عشان اقول لك مبروك على الجايزه. الله يبارك في حضرتك. واحنا كنا طالعين معاك في البرنامج، انت بقى بتصور ايه بقى دلوقتي؟ نفس البرنامج بتاع الجامعة. لا بتسال في ايه يعني في البرنامج ده؟ نفس البرنامج. يعني ايه نفس برضه بتتكلم عن الحصانه؟ لا ده حاجة تانية بقى. قول لي ذكرياتك الأليمة مع الامتحانات أو ذكرياتك عموما مع الامتحانات. مش فاكر والله. قول لي ذكرياتك بقى الأليمة مع الامتحانات ولا ذكرياتك عموما؟ يعني دلوقتي في مدرسة حلوة وكده بس مش عجباني يعني. شكرا. شكرا يا فندم، شكرا جدا. حضرنا يا حاج. بص يا حاج، دول طلبة في كلية صيدلة ونازلين من الامتحان النهارده شايلين. يرضيك كده يا حاج؟ شايلين ايه؟ شايلين ايه يا ابني؟ اوبا. يا فرحتي. الغش حرام. غش حرام. شيء بقى كم مرة؟ ايه؟ شيء كم مرة؟ مش فاكر والله كتير. كتير. غش حرام. الغش حرام. هو ده بيصور ايه عشان شكله جايب كاميرا نظيفة. I'm taking pictures of people, of all the people and of all the many mosques. اقسم بالله. صورني انا طيب. Yeah. هاي يلا. اتس تحتمس. انا كنت ساكن في القناطر الخيريه. فجنب سجن القناطر. لا نقلت دلوقتي اكتوبر، قاعد دلوقتي في اكتوبر. يا عم لا يا عم، محدش يعرفنا بالناس دي. سنة طيبين بجد، نورتونا في مصر. ويلكم ات ايجيبت يعني. ويلكم ات ايجيبت يا برنس. Yeah, thank you very much. سلام يا برنس. مع السلامة. مع السلامة. قول مع السلامة. Yeah, salema. مع السلامة. Maha salema.